نعم. آخر مرة جت نيّتي قُلت لها أنا آمال إيش بيكِ إذا قُلت لها: "آمال ها قُلتِ الراجل أهو يخدم، علاش ما يصرفش على ذرية؟" قالت لي: "عايطة راهو الصرف راه ما يصرفش عليهم، أما نصرف عليهم أنا." اهم. قُلت لها: "حتى يخدم يا رسول الله ما يصرفش على ذرية." هناك وجيت كيف قُلت لها: "أنا نتطلق." اهم. وينفع أنتم كعايلتها يعني أنتِ إيه عمّها، نصحتوها إنها باش تطلّق؟ نصحتوها باش أنا تطلّق؟ اللي قُلت لها، مسكينة كاع هي كل يوم تغضب كل جمعة جاية، قُلت لها: "اسمع طلّق منه وقُل له أنفق على ذريك وحتى أنا ما تعطينيش، أنا ما حاجتيش أما أنفق على ذريك." اهم. إيه. خواتي سكتت، ما قالت لي حتى شي، اهم. يا ريتها روّحت على روحي، فهمتِك. أنتم اليوم شنو طالبين؟ طالبين حقها، اهم. طالبين حقها ش مرا تخدم عليك، اهم. مرا تخدم على ذريها، على بطاح، كل مزرق سمسة تجي هنيتي، اهم. طالبين حقها، حقها ما الشخص هذا من راجلها، اللي هو يعنف فيها ويضرب فيها، اهم. اللي هو دمّر حياتها. واضح. هي مسكينة تخدم يوميًا، مسكينة تخدم بالنهار على وليداتها، وهو تربط في الحبس كل نهار 3 تهز له في القفة، مسكينة تخدم بالنهار وتهز له في القفة وتصب له الفلوس، ومعيشة 3 صغار. هذايا رجلها، هذايا رجل راجلها أمال. محمد، اهم. محمد هذايا. اهم. ولادي قال بنيتي هذوما عايلة ما ينجمهم حتى حد، عايلة ما تعرف الحاكم وتحكي كب الحاكم. أمال أنتِ تعرفها هكا نعرفها والّا؟ شد من المعرفة، راهي جارتنا وتقرب لي حتى في الدم. أما راهي مرا مناضلة، مرا خدامة صيف شتاء ربيع خريف، معناتها يقول لك ظل في القوايل الحنانية عطاها بيحة شاك زايلة وبطاح تمشي عليها، تجي 5 تاع الصباح جاية تجيب بنيتها معاها وتجي تخدم تكمل نصف النهار، زيد تسقط تحلس كاكاك وزيد ترجع لدارها يوميا. العام 12 ما تبطلش نهار، وتربط في الحبس وقالوا رجلها ايه، هذايا. وقامت بيه هي وعندك شكت تلمس بيه والله. والّا لأ؟ شكت شكت بيه؟ بيه، شكت بيه ومشيت للحرشان وماليه، مشيت لهم متساسي تطلب لله الرب يعطوني باش نعمل محامي. هو عنده سوابق. عنده سوابق. المرة الأولى شدوه صارخ وشت مسكينة أمال الراجل اللي سرقوا جابت عليه وحار فيها مسكين، أعطاها الفلوس وبرا ومشى سقط عليه. عام ونص وهي تخدم عليه بالنهار وتوكل وتشرب ومسكينة وزيد اش يقول لها تصب له 40,000. يقول لها يا أخي تصب لي قدك، ايش فيك ما صابت لي شيء يا محمد؟ تقول له إيراني منها مصروف الذري، منها لبسة الذري، منها قري. حاليًا هي معناها كي طاحت في البير، هل هو اللي طيّحها وإلا هي طيّحت روحها؟ بنيتي هما نحن بعاد على بعضنا، نحن هم في عرش نحن في عرش. آه. ما مشينا كنا نلقوا الطفلة طايحة في البير، وثم ما اللي شاف تعرفوش وثم اللي شاف وقال راهو يجري عليه، وتو اهم. الحاكم تو يصف، تو ثم الحاكم يصف، أما ثم اللي شاف ويجري عليها للبير. واضح. خاطر كل مطيحة روحها تقعد الشلاكة تنحي الشلاكة والمحرم حتى تطيح روحها. اهم. ما تجيش هذه ناين الشلاكة والفولارة متاعها بحذا هي البير. بحذا البير كك. اهم. معناتها مسكينة ثم أم وهي مضحية عليهم، قالت نضحي على أولادي ونوصلهم. ثم أم زعما تقتل روحها وتخلي صغارها، تخليش صغارها ما تخليهمش، وتقول لي ظلت مسكينة تجي ونعرض لها تقول لي والله، تقول لي راني وناون أولادي وناون صغاري، يلزم نعيشهم نخدم بالنهار وما نخليهمش، ما نخليهمش للشر وما نخليهمش للذل، وما يلزم نعيشهم مهما تكون الصيفة حتى كذا نمرد. مسكينة راهي مجاهدة مناضلة بصراحة، راهي مرا مش من دون جاه مرا. والحاكم نطلب من ربي والحاكم ياخذوا حق. أمل ذي المجتمع كامل يعرف اللي هي معناها عاشت حياة صعيبة ياسر، معناها تزوجت برجل، هي اللي تنفق عليه، ويجبرها على أن هي تنفق عليه وتخدم بالنهار، توصل تخدم بالنهار ب20 دينار، ومن بعد هو يجي يفك لها الفلوس نتاعها ويعذب فيها ويعذب كيفاش يعذب فيه؟ فيها، معناها تتصور وصل حتى حرقها في أجزاء من بدنها قبل المشكلة هذي. قبل المشكلة هذه. اهم. ومعناها ونظرا اللي هي كانت ما عندهاش حتى سند، اهم.
وغياب المجتمع المدني، عاش ظروف صعيبة ياسر مشيت شكيت ولا لأ؟ وشكيت قبل وبعد ما لقيتش عندها حتى حل، ما عندهاش حتى مأوى باش يأويها، سقطت عليه، وإحنا نعرفوا هذا الكل في اهم، بالنا بيه اهم، من قبل لا تصير الحادثة. اهم، باهي، وبعد ما صارت الحادثة ومشينا تنقلنا على عين المكان، بحضور عباد راهو قبل ما هي ترمي روحها في البير، شهدوا اللي هو السيد كان يجري عليها هو ويحاول انه يحرقها. بالضبط، هم معناها قالوا اللي هو معناها حب يحرقها، لكن ما نجمش يطيّحها في البير هكاكا؟ اللي حسب اللي سمعناه هو يجري عليها باش يحرقها، واما باش نعرفوا اللي هو دفعها في البير ولا لا، اما هي كانت هاربة منه. هذايا بحضور معناها بشهادة العباد اللي لاحظوا الشيء من بعيد، اهم، معناها باش ننقلوا كان الخبر الصحيح المتأكدين منه، اللي هو السيد كان يجري عليها يحب يحرقها، ومن بعد هي رمات روحها في البير ولا طاحت صدفة. هذايا نجهلوه، هذايا تنجم تكون الكلام هذا صرحت به للحماية المدنية وقت ما هما هبطوا لها في هي البير. كانت حية معناها، اللي وصفوا عليها حية. اللي احنا خلطنا عليها نسمعوا في صوتها في البير، يعني كانت 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 تتكلم. البير غارق؟ البير العمق نتاعو 40 متر. اهم، باهي، وبعد كي خرجوها ظاهرة اللي هي كي وقت اللي خرجوها اللي هي ظاهرة اللي هي ميت. اهم، الله يرحمها، الله قداش يرحمها. عمرها أني؟ اللي في بالي بيه من مواليد 94. نزلت صغيرة، مازالت صغيرة، عندها صغار؟ عندها 3 صغار. باهي، يعني علاقتها بزوجها كانت كانت علاقة عدائية معاناة، علاقة سيئة، علاقة معاناة. اهم، معاناة، معاناة أنتِ وصفتها بصراحة. بالمعاناة، يعني ديما يضرب أنا فيها مش أول أنا مرة. كنت نرى إحنا جيران، أنا نرى الطفلة ذي كيفاش تخدم. آه، ت- معناها بصراحة معاناة، عاشت ظروف صعيبة ياسر ياسر. هي اللي تخدم هي عليه، اللي تخدم عليه وهي اللي تنفق على صغارها، وما عندهاش حتى سند، يعني هو ما يخدمش وإلا لا من الوسط العائلي ولا من المجتمع المدني. باهي، يعني هو ما يخدمش وإلا يخدم وما يعطيهاش، لا ما يصرفش. هو ما يخدمش، هو معناها إنسان، هو ديجا ما عندوش برشا خرج من الحبس. اهم، يعني معناها هو عنده سوابق عدلية. عنده سوابق، هو خرج من الحبس على سرقة، شد عام و4 شهور. اهم، باهي شنو تطلب؟ كان يستغل فيها، كان وهي يفك لها طفلة، فلوسها؟ يفك لها فلوسها، يعنفها. إذا ما تخدمش يفرض عليها أنها باش تخدم. بصراحة للأسف الشديد مازال المجتمع نتاعنا يعيش، جزء منه يعيش بالطريقة هذه، معاناة. اهم، ثم مجتمع يخمم معناها تخمام ثم فئة تخمم تخمام الرجل الذكوري. اهم، واضح. شنيا اليوم تحب تطلب بالضبط؟ بصراحة نطلب إنصاف الطفلة هذه، وهذا لازم ياخذ أقصى العقاب نتاعو. واضح.